السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كاع تكونوا مليح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كيما راكم تشوفوا جبت لكم حلوه جافه اقتصاديه وتجي بزاف بنينه. نتمنى كاع تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وإلا عجبتكم بيان سور ديروا لي لايك، كومونتير شباب كيما نتوما، وبارطاجيو الفيديو. نبداو على بركه الله، نقولوا بسم الله. في الغيسيبيون تاعنا نحطو 2 حبات تاع البيض، من احسن تكون بدرجه حراره الغرفه، وكاس تاع السكر. بالنسبه للسكر درت كاس بصح ما خرجتش حلوه. الذوق تاع حاجه معتدل، يعني ماشي حلوه وماشي صامته. فوالا كيما راكم تشوفوا. ونخلطهم هكايا، ما نسحقوش الباتور، تخلطيهم غير هكا بالفوي. كيما قلت لكم جبت لكم حلويات سهله واقتصاديه بيان سور. نزيد لهنايا كاس تاع الزيت، ونخلطهم مليح. كيما راكم تشوفوا هاد الحلويات يجوا غير بالزيت ماشي بالزبده، ويجوا اقتصاديين. نزيد الكاكاو. من الاحسن نديرو كاكاو نوعيه مليحه. انا الكاكاو هنا درت مغرفه كاكاو اسود ومغرفه كاكاو بني. الا عندك البني برك ديريه، باسكو كان قعد لي هذاك الاسود قلت نديرو علاش نخليه. كانت قعدت لي قسم مغرفه صافي درتو. وكما قلنا 2 مغارف تاع الكاكاو ونخلطوهم. النوعيه تاع الكاكاو تاثر على الحلوه، لكن الكاكاو تاعك حاجه مليحه تخرج لك الحلوه مليحه. هنايا كانت قعدت لي شويه تاع مكسرات، درت واحد 2 مغارف. قلنا 2 مغارف كبار تاع المكسرات. واش حبيتي، عندك كاوكاو، عندك لوز، عندك جوز، واش حبيتي. وهذه المرحله تقدري تستغناي عليها اللي ما عندوش المكسرات. انا درتها باسكو كانوا عندي برك. وفي الحلوه هذه تعطي لك كيما نقولوا في الذوق، كي تاكليها تجي تقرمش من الداخل، تحسي بهذوك المكسرات اللي كي تاكلي فيهم. سي بور سا قلت لك لا عندك غير ديريهم. وهنا نبداو نزيدو في الفارينه حتى تتلم لنا العجينه. وما ننساوش الخميره تاع الحلوه اللي هي 10 غرامات، يعني باكي تاع خميره تاع الحلوه. نخلط كيما راكم تشوفوا بيديا باش نتحسس هذيك العجينه ونلموها كامل. كيما راكم تشوفوا لهنايا، هنا راهي تتلاصق شويه. دوك نزيد لها شويه تاع الفارينه باش نلمها برك. فوالا هنا زدت لها واحد المغرفه كبيره برك ونلمها. ما تعجنوش بيان سور الصابلي تاعكم، لموها برك. هاد الحلويات الجافه ما يحبوش العجين بزاف باش ما تخرجلكش يابسه. هنايا دوك نجيب سنيوه تاعي، نبدا نشكل كويرات كيما راكم تشوفوا. كيما راكم تشوفوا دورتهم ونبلاطيهم شويه هكايا ونحطهم. من الاحسن نديروهم شويه صغار، يعني ماشي كبار بزاف. ما ننساوش بلي فيهم الخميره ويزيدوا يهبطوا شويه. راكم تشوفوا كيفاش درتهم. نحطوهم يطيبوا على 170 درجه. كي يطيبوا نجو نزينوهم. فوالا راكم تشوفوا طابوا. علاش قلت لكم من الاحسن نديروهم شويه صغار؟ راكم تشوفوا كيفاش يهبطوا هما. دوك هنايا انا ذوبت الشوكولا، زدت لها مغرفه برك تاع الزيت ونجي ندير هكا خطوط. لا عندك بلا بوش من الاحسن، انا ما كانش عندي درت هكا بالفرشيطه. وديري من الفوق واش حبيتي، ولا تخليهم هكاك. انا زدت لهم شويه تاع المكسرات من الفوق للتزيين برك، والتزيين يقعد اختياري. تقدري تغطسيهم كاع في الشوكولا، تقدري ديري غير شويه هكا من الطرف كيما حبيتي نتيا. ومن الاحسن الا درتو فوقهم المكسرات كي تكون الشوكولا مازالها دايبه باش يلصقوا هذوك المكسرات. هذه هي النتيجه النهائيه. شاهدكم في الجنه ان شاء الله حباباتي. ما تنساوش عجبكم الفيديو بارطاجيو لايك وكومنتار الشباب كيما نتوما. مع السلامه.